السلام عليكم. رئيس الفيفا إنفانتينو يجتمع مع رئيس لجنة الحكام في الفيفا كولينا ويعلن هذا الخبر السعيد جدا للمنتخب المغربي، ويصدمان المنتخب الفرنسي. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد المؤامرة التي قام بها الحكم المكسيكي سيزار راموس في مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي في قبل نهائي كأس العالم، والتي على إثرها تم إقصاء المنتخب المغربي من المباراة النهائية، فقد نقلت الإذاعة السويسرية منذ قليل أن رئيس الفيفا إنفانتينو اجتمع برئيس لجنة الحكام في الفيفا كولينا، وتم عقد هذا الاجتماع في الدوحة من أجل مناقشة الأخطاء التحكيمية التي قام بها الحكم المكسيكي سيزار راموس في مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي. واعترف رئيس لجنة الحكام في الفيفا الإيطالي كولينا بالأخطاء التي قام بها الحكم المكسيكي، وتعرض المنتخب المغربي للظلم في هذه المباراة. وأكد المصدر أن كولينا اعترف أن هناك ركلتي جزاء لصالح المنتخب المغربي، وأن الحكم المكسيكي لم يستمع لغرفة نداء الفار من أجل مشاهدة تلك الأخطاء. وهنا تعمد واضح من الحكم المكسيكي بإقصاء المنتخب المغربي من أجل تأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية. وأكد المصدر أن إنفانتينو مستاء جدا مما حدث في هذه المباراة، وخاصة أن هذا المونديال يقام في دولة عربية، وأن أمير دولة قطر الشيخ تميم مستاء جدا مما حدث في هذه المباراة، وسيتم استدعاء حكام الفار والحكم المكسيكي من أجل مناقشتهم في هذه الأخطاء التحكيمية الجسيمة. وأكد إنفانتينو إذا كانت هذه الأخطاء متعمدة من جانب الحكم المكسيكي، فمن الوارد جدا إعادة هذه المباراة وتأجيل المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا إلى وقت لاحق. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل أنت أو مع ضد إعادة هذه المباراة؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم. تصريح يهز العالم من حكم الفار برو فيتشر يكشف مؤامرة الحكم المكسيكي على المغرب في مباراة فرنسا، ويزلزل الفيفا بهذا التصريح. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد أكبر فضيحة شهدها مونديال قطر بين المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي في قبل نهائي كأس العالم، والتي كان بطلها الحكم المكسيكي سيزار راموس الذي أقصى المنتخب المغربي بفعل فاعل، فقد صرح الحكم البوليفي برو فيتشر حكم الفار في هذه المباراة، وأدلى بتصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، وقال: لقد اتهمنا البعض أن حكام الفار هم المسؤولين عن إقصاء المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في مباراة قبل نهائي كأس العالم، وهذا غير صحيح. فلقد شاهدت العديد من ردود الأفعال من الجماهير العربية والمغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا شاهدت تصريحات الحكم المكسيكي سيزار راموس الذي أدار هذه المباراة، والذي اتهم الفار بشكل علني أننا السبب في عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح المنتخب المغربي. ولكن سأكشف لكم الحقيقة الآن في ضربة الجزاء الأولى لصالح المنتخب المغربي، عندما تعرض مهاجم المنتخب المغربي من جانب المدافع الفرنسي سيو هرنانديز، فأنا تحدثت للحكم المكسيكي وقلت له: هذه ركلة جزاء ولا بد أن ترجع تشاهد هذه اللقطة بنفسك. فقال لي: أنا قريب جدا من منطقة الجزاء وشاهدتها بعيني ولا تستحق ركلة جزاء. فهذه كانت ركلة الجزاء الأولى. أما ركلة الجزاء الثانية، فنحن تحدثنا مع الحكم أيضا أن هناك مسك واضح من مدافع المنتخب الفرنسي للاعب المنتخب المغربي في منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، وقلنا للحكم أيضا هذه ركلة جزاء صحيحة، ولكن الحكم المكسيكي أكد أيضا أنها لا تستحق ركلة جزاء وهذه الأمور عادية، وأنا شاهدتها بنفسي أيضا. ولكن أؤكد لكم أن المنتخب المغربي كان يستحق ركلتي جزاء في هذه المباراة أمام المنتخب الفرنسي، والحكم المكسيكي هو السبب الرئيسي في هزيمة المنتخب المغربي في هذه المباراة.
المباراة. وأنا لا أعلم حتى الآن لماذا لم يرجع يشاهد هذه اللقطات من غرفة الفار، فنحن موجودين في هذه المباراة لكي نراجع الأخطاء التحكيمية التي لم يشاهدها الحكم ونقوم بإعادتها له لتنفيذ القرار من جديد، ولكن الحكم كان له رأي آخر، وسوف أشتكي هذا الحكم في المحكمة الرياضية بسبب إساءته لحكام الفار وتحميلنا المسؤولية في هزيمة المنتخب المغربي. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل ترى أن المنتخب المغربي ظلم بفعل فاعل في هذه المباراة؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصل لكم جديد. على المركزين الثالث والرابع، ولم تنتهي معها موجة الانتقادات التي طالت حكم الساحة الدولي العربي القطري عبد الرحمن الجسيم. وعقب انتهاء اللقاء اعترض لاعبو منتخب المغرب على حكم اللقاء بداعي عدم احتساب أي ركلة جزاء للأسود خلال المواجهة خلال لقطتين. وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها منتخب أسود الأطلس لظلم تحكيمي، فقد احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة المكسيكي السيد سيزار أورتورو راموس، موضحة أنه بعثت رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في تحكيم هذا. وفي أول تصريح من الحكم القطري قال أنه استغرب من الاحتجاج الذي قام به لاعبو المنتخب المغربي بعد نهاية المباراة، مضيفا أنه قاد المباراة بطريقة جيدة. وختم كلامه بالقول مبروك للمنتخب الكرواتي وهارد لك للمنتخب